حنان خليني اسالك يعني what is really big for you؟ ايه الحاجه اللي هي كبيره جدا بالنسبه لك اليومين؟ حاجه مهمه جدا بالنسبه لك؟ هي نفس الحاجه اللي انا ابتديت بيها اصلا، يعني انا معجبه قوي بالاجابات، يعني لان انا طول ما هم بيتكلموا انا قاعده بفكر طب انا هجاوب ايه اقول ايه؟ يعني هل انا كنت بفكر وانا قاعده في الجامعه نفسي؟ انا على فكره بقالي 43 سنه بدور انا عايزه اعمل ايه ولسه بدور. انا الحاجه الكبيره بالنسبه لي يعني من اول ما ابتديت لغايه دلوقتي هو ازاي ممكن، انا بحب التكنولوجي جدا، يمكن ده اللي خلاني يعني ادخل كمبيوتر ساينس. ازاي فعلا التكنولوجي ممكن تغير وتحسن حقيقي، والناس تبقى يعني حاسه بالموضوع ده، مش مجرد بنتكلم عليه في المؤتمرات، او يعني انه فعلا يعني التكنولوجي تغير حياه البني ادمين في مصر وفي الشرق الاوسط. يعني هي دي الحاجه اللي بتعمل لي انسبريشن دايما ومكمله معايا من اول ما ابتديت لغايه دلوقتي. طب لو احنا جينا معلش صعب عليك شويه، لو حاجه كبيره بالنسبه لك معنى كده ان انت بتحاولي تقضي فيها وقت كبير او تتابعيها بشكل كبير، مظبوط؟ حتى لو ده كان بره النطاق اليومي للشغل، لان انت برضه شغلك انت عندك شير هولدرز، عندك مجلس اداره متوقع منك نتائج، عندك موظفين لازم ينجحوا، لازم يحققوا اللي هو مطلوب منهم، ومع ذلك انت بتحاولي ان انت تحطي وقت بره الدومين ده، مظبوط؟ صح؟ بتقدري توزني الموضوع ده ازاي؟ او يعني الثمن اللي ممكن يدفع في حاجه كده شكله ايه؟ وقت، عافيه، صحه، تركيز على الاسره، مش عارف، اكيد في حاجه has to go، يعني في حاجه هتقع. هو وقت، يعني انا يعني دايما انا لما حد بيقعد يقول لي تضحيه وضحيت عشان اشتغل او اعرف اكمل كده، دايما بقول لهم هي اختيار. يعني انت بتتكلم، انا بقعد وقت كتير قوي على الانترنت وبحاول اتواصل مع الناس، او ان انا بحاول ادور على الحاجات اللي انا بحبها، ده اختياري، لان هي دي الحاجه اللي انا بنبسط وانا بعملها. يعني يعني ما بفكرش فيها ان انا دي قصاد دي، انا بقول انا بختار دي، يعني انا بختار ان انا اعمل المجهود ده، او بختار ان انا اتواصل مع الناس بالطريقه دي. هل حد فيكم في فتره من الفترات، يعني بليز يعني اي واحد يتطوع للرب، هل حد فيكم فتره من الفترات حس ان الدنيا ضلمه؟ العمليه دي مش ماشيه، الدنيا كومبليتلي ضلمه في وشي؟ كتير. يعني انا بيتهيألي الواحد، انا هتكلم نفسي على فكره، ما اقدرش اقول تعميم يعني. انا شخصيا اول ما ابتديت زي ما علي قال، احنا دايما كنا شركه صغيره بس احلامها كبيره وادواتها قليله. يعني وانا كشخص لما ابتديت برضه احلامي كبيره بس ادواتي قليله، وانا دايما بقول لهم انا بطيئه، يعني عندي بطء عاده يعني. فيمكن البطء ده خلاني دايما ان انا ابقى بعمل مجهود اكتر وبشتغل اكتر، فبيخليني يعني ابقى يعني مستعده للتشالنجز اللي موجوده يعني. في وقت كتير قوي بحس ان هي يعني ضلمه اكيد، بس ده ما كانش بيخليني يعني اقلل من مجهودي.